قبل اي حاجه يا اخوات، الفيديو ده توعيه امنيه، يا ريت يعني يا اخوات تستخدموا الطريقه دي في الخير، ما تنسوش بيها حد، وانا غير مسؤول عن اي استخدام غلط للطريقه دي. الفيديو ده لغرض التعليم فقط لا غير. تمام؟ عاملين ايه يا اخوات؟ يا رب تكونوا دايما بخير. قلت لكم النهارده بطريقه بقى ايه، زي ما قلت لكم كده في قناه التليجرام، وزي انت ما شفت في الصوره المصغره كده يا البخور، اللي هي كتابه البنود. هعلمك بقى قلب اخوك تكتب انت اي بند، تمام، بكل سهوله، وتجهزه قلب اخوك عشان تطير بيه اي رقم. لان مثلا ساعات اي حد ينزل بنود وكده، فمن كتر الضغط عليها فالبنود بتتحرق. فانا هعلمك قلب اخوك انت ازاي تعمل البنود ديت ليك انت، تكون خاصة بيك انت، على حسب بقى الموضوع اللي انت هتعمله. سواء كنت مثلا عايز تعمل بند كذا او كذا او كذا، شوف بقى انت عايزه ايه البند مثلا اللي انت تعمله يكون ايه. وهنعلمكم برضو ازاي تجهزوهم والكلام ده كله، الكلام ده كله هعلمهولكوا يعني. فانت قلب اخوك الفيديو ده مهم جدا جدا جدا، لان لو فاتك ثانيه برضه، تمام، لو فاتك ثانيه وانت مش هتعرف تعمل اي حاجه خلاص، لا هيكون في باص ولا هيكون اي حاجه خلاص. تمام؟ والبريدات اللي احنا هنستخدموها وبرنامج الناسخ وكل حاجه هسيبلك في قناه التليجرام. اللينك هيكون في الوصف، تنضم عبر اللينك. تمام؟ تنضم الاول وبعد كده تيجي على لينك التحميل. تمام؟ تمام. بقول لك تاني وقت يا قلب اخوك، الطريقه دي مهمه، عايزك تركز معايا جامد عشان تفهم يا قلب اخوك كل حاجه. تمام؟ اول تدخل مثلا على التليجرام، اي حته تكتب فيها، اي حته مثلا تكتب فيها، سواء كانت الحافظه بتاعه التليفون، اي مكان تكتب فيه. تمام؟ نبداو مثلا ايه، افهمك بقى انت بتكتب مثلا ازاي. تمام؟ تمام. كمان مره يا اخوات، الفيديو ده توعيه امنيه، تمام، يا ريت يعني تستخدموه في الخير. تمام؟ انت هتبدا عندك هنا تحط شباك، تمام، هاشتاج مثلا. تمام؟ تمام. وبعد كده تبدا تكتب ايه، مرحبا، تمام، عاملنا العزيز. تمام؟ وبعد كده برضه هتبدأ تعمل نفس الهاشتاج. تمام؟ وبعد كده هتدوس هنا هو تنزل خطوة وكمان خطوة. تمام؟ تمام. يبقى كده أول خطوة. تمام؟ بعد ما تكتب بقى مرحبا عاملنا العزيز ديت، هتبدأ بقى هنا تكتب ايه، الموضوع. شوف بقى انت عايز مثلا البند بتاعك يكون عن ايه. تمام؟ تكتب بقى الموضوع بتاعه هنا، مثلا انت عايزه مثلا عن اي بقى. شوف انت قلب اخوك هتعوز مثلا تعمل البند بتاعك عن ايه. تمام؟ وتكتب بقى الموضوع بقى هنا. تمام؟ اللي هو هيكون كلام، اللي هو زي ما انت شايف كده يا قلب اخوك، زي ما انا ما كتبت لك كده، هتكتب بقى الكلام دوت كده، تألف بقى الموضوع انت وتحطه هنا. تمام؟ تمام. وبعد كده برضه هتنزل خطوة كده كمان واحدة، هتبدأ بقى ايه، تحط بريد الشركة اللي هو موقع الواتساب. تمام؟ هتبدأ تحط اللينك بعد ما تبدأ بقى ايه، تجيب الموقع مثلا كمان. تمام؟ وتبدأ بقى ايه، تكتبه هنا كده اهو. تمام؟ هيبقى عندنا مثلا هنا هتبدأ تنزل خطوتين. تمام؟ هنا في المنطقة دي كده، انت بقى هنا هتبدأ تجيب روابط لفيديوهات على حسب الايه، البند اللي انت عامله او الموضوع اللي انت كاتبه. تجيب مثلا روابط، لو انت عملت موضوع مثلا عن التداول وكده، تبتدي مثلا تجيب ايه، اللي هو الروابط مثلا بتاعت المنصات اللي هي بتاعت التداول وكده. تمام؟ تمام. وتحط هنا رابط الفيديوهات، روابط هنا كده قلب اخوك تحت، اللي هو الموقع بتاع ايه، الشركة. تمام؟ تمام. كل حاجة معاك يعني بقى، مركز معايا يا اسطى ولا ايه الدنيا؟ زي ما انت. وبعد كده برضه هتنزل خطوة وكمان خطوة، وتبدأ بقى تكتب لهم ايه، تنزل خطوة واحدة تبدأ تكتب ايه، طرق، لا ثواني، هتنزل خطوة كمان تبدأ تكتب طرق التواصل معنا في الأسف، زي ما انت شايف كده. وهتنزل خطوة. تمام؟ وهتبدأ تحط كل البريدات، تمام، بتاعت الشركة. تمام؟ انا البريدات دي هسيبها لك برضو في قناة التليجرام. تحط اول بريد وتنزل. تمام؟ بعد كده هتبدأ تجيب تاني بريد. تمام؟ تحطه وتنزل كده اهو، زي ما انت شايف كده اهو. بعد كده تالت بريد تحطه وتنزل. وبعد كده رابع واحد، بعد هتحط يعني الايميلات بتاعت الشركة كلها، بتاعت الشركة كلها. تمام؟ تمام. بعد ما تحطها كده هتبدأ تيجي خطوة، تنزل كمان خطوة. تمام؟ وتبدأ تجيب لينك الشات، اللي هو ايه بقى لينك الشات ده اهو، اللي هو ده. تمام؟ وتحط بقى فيه النمبر برمز الدولة بتاعتك، انت مثلا مصر حط زائد 20، اي دولة بقى انت تحط مفتاح الدولة بتاعتك هنا اهو، هنا اهو.
بس بقى ايه، هنا في حاجه مهمه ممكن تضيع عليك يا قلب اخوك كل حاجه، ويبقى انت مثلا ما عملتش اي حاجه خالص. لو في مسافه كده وكتبت الرقم مثلا كده، كده مثلا ده الرقم مثلا، او اللي انت مثلا عايز ايه تقفله كده، فانت شايف انت المسافه دي، المسافه اللي في النص ديت، تمام، اللي انت سايبها، المسافه ديت ممكن كده كده ما كأنك ما حطيتش الرقم، كده كأنك ما عملتش اي حاجه، والرقم مش هيحصل فيه حاجه. لازما ما يبقاش فيه مسافه، وما يكونش فيه صفرين، ت- يعني ما يكونش فيه مسافه خالص بين الارقام وبعضها. فاهميني ولا ايه يا اخوات؟ تمام. بعد بقى ما تعمله كده، كده ايه اصبح جاهز. فانت انت جاي كده، تمام. بعد ما تكتب بقى الموضوع، انت ممكن واحد يكتبه ايه، يكتب زمان ما كاتب كده وخلاص. لا، انت بعد ما تكتب موضوعك، انا ما ينفعش اقول لك على الموضوع اللي انت تكتبه، انت بقى تألف بقى موضوعك وتكتبه، تمام، وتبدأ تعمل تحديد الكل وتاخده نسخ. تمام يا قلب اخوك؟ تمام. هتعمل ايه بقى بعد ما تاخده؟ هتدخل على اي حاجه بتاعت الترجمه، ترجمه مثلا جوجل او كده، وتبدأ تبعته له وتقول له ترجم لي الكلام ده كله للغة الروسية. تمام. تبدأ تبعته وتقول له ترجم ده للغة الروسية، وهتاخده ايه نسخ. يبقى احنا كده خلصنا اول خطوة اللي هي بتاعت الايه تجهيز الكود وكتابته والكلام ده كله. هنخش بقى على تاني خطوة اللي هي بتاعت تلغيم الكود. تمام. تمام. برضو دي خطوة مهمة، ركز معايا. تمام. جاهز الباند وتشغله والكلام ده كله، هتحتاج اكتر من نسخة واتس. يعني في خلال كده هتحتاج انت كده قلب اخوك مثلا عشان يشتغل معاك والكلام ده كله 20 نسخة. تحتاج 20 نسخة، يكون معاك كده 20 نسخة. هتقول لي نجيب منين 20 نسخة؟ هتبدأ تنزل من متجر بلاي تطبيق اسمه الناسخ، تنسخ الواتساب اكتر من مرة وتفتح عليهم ارقام وكده. تمام. تمام. احنا مثلا معانا رقم هنا، تمام. بعد الكلام بقى ده، بعد ما تترجم الكود وكده، تمام، بعد بقى ما تبدأ تكتبه والكلام ده كله، هتبدأ تنشئ مجموعة. تمام. تنشئ جروب، والجروب بقى ايه، ما تروحش تجيب رقم فيك وتعمل بيه جروب، لا، يكون رقم اساسي، بمعنى ان الرقم يكون الخط بتاعه في الفون بتاعك. يعني الرقم يكون الخط بتاعه في الفون بتاعك، ده بمعنى كلمة كده اساسي، كده الرقم اساسي. فاهمين؟ يعني يكون مش رقم فيك. تمام. فانت بقى تبدأ ايه تجيبه وتدخل 20 رقم في النسخة في المجموعة ديت، يكونوا مفتوحين معاك، تدخلهم هنا. والمجموعة ديت يكون المشرف بتاعها اللي هو الرقم الايه الاساسي اللي هو عملها. تمام. بعد بقى انت ما تبدأ تترجم بقى الكود وتظبط الدنيا وتعمل كل حاجة، تمام، هتبدأ بقى ايه تبعته هنا، ويكون فيه الرقم. ما تحطش انت اي رقم فيه، لا، انت هتحط الرقم الاساسي اللي هو كان مشرف في اللي هو كان عامل الجروب، تحطه هنا، تبدأ تكتبه هنا. تمام. ويبدأ هو يبعتها. تمام. تمام كده اول مرة خطوة ايه. وبعد كده بقى انت هتبدأ تدخل على جميع النسخ التانية اللي انت ضايف فيهم الرقم، جميع يعني النسخ اللي انت ال20 نسخة اللي انت ضفت فيهم الرقم، هيظهر لهم بقى بالشكل ده كده. هتبدأ بقى ايه تبلغ، تعمل بقى ابلاغ عليه كده اهو. الابلاغ من كل رقم 20 مرة، يعني من كل رقم انت هتبدأ تعمل ابلاغات 20 مرة. 20 مرة تبدأ كده اهو زي ما انت شايف كده اهو 20 مرة. تمام. ده العدد اللي انت هتبدأ تجهزه بيه. تمام. ده العدد اللي انت هتبدأ ال20 انت مثلا عملت 5 من كل مثلا نسخة، 10 بس، والرقم اللي انت عملت من عليه ده هو بلق، اللي هو بعد بلق طار. تمام. فانت هتبدأ يبقى هو كده بقى جاهز تطير من كام، مثلا انت عملت من 15، تبقى ايه جاهز بقى بيحضر معاك من 15 بلق. انت وصلت معاك مثلا، انت مثلا عملت مثلا 20 اهو من 20 نسخة، والرقم طار. تمام. طار لو رقم مثلا ده طار، اللي هو بعد الكلام ده طار بعد ما تعمل من كله، يبقى كده البند بتاعك بقى جاهز خلاص. تروح بقى تعكس عليه رقم وتحطه، يبقى خلاص كده البند بتاعك بقى جاهز. تمام. وبس كده اهو. تبدأ بقى ايه انت بقى تعمل كده ابلاغ من 20 نسخة قلب اخوك بقى اللي معاك. تمام. هتبدأ بقى ايه تبلغ عليهم. بس الكلام بتعمل ممكن والله حد ما يكونش بيفهم قد كده يعني، وجراء عامل لي الكلام دوت كده ويقول لي ده انت كنت عامل كده في الفيديو. لا يا اسطى، ده ما انت ما تعملش زي انت تترجم بقى وتكتب بقى الكلام وكل حاجه اللي قلت لك عليها، وبعد كده تبعته وتعمل زي ما انا ما عملت. انا مش هينفع اعمل كده في الفيديو اصلا. تمام.
تمام، وبس كده يا اخواتي، يا ريت يعني تستخدموا الطريقة دي في الخير، واشوفكم الفيديو الجاي على خير. اشتركوا في القناة، وسلام.